تخيل ان انت يكون هدفك في بداية حياتك ان انت تتعلم وتحفظ القرآن الكريم كله علشان الدنيا تمشي بيك لمنعطف تاني، وبدل ما تخليك شيخ صالح تحولك لواحد من أكبر السحرة والمشركين بالله. واحد قضى 17 سنة كاملين في عالم الجن، وكان تحت أمره وبيخدمه 286 جن، ومنهم واحد اللي هو رقم 86 هو ملك من ملوك الجن، لحد ما قرر ان هو يتوب ويخرج من العالم ده ويحكي لنا عن التجربة بتاعته. اللهم اني اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. ما تنساش ان انت تقول المعوذتين قبل ما تتفرج على الحلقة، وتذكر الله في الكومنتات، لان اللي هيتقال في الحلقة دي هو تقيل شوية. انا نفسي قاعد بعمل الحلقة دي دلوقتي وانا خايف. تحدي بقى نوصل الفيديو ده ل1000 لايك، ويلا نبدأ. بداية القصة مع حامد آدم موسى بتبدأ لما كان عمره 9 سنين. وقتها كان مقرر حامد إن هو عاوز يحفظ القرآن الكريم كله ويبقى ولي من أولياء الله الصالحين، فبدأ يلف على المشايخ في السودان ويقعد معاهم ويتعلم من دول شوية ودول شوية ودول شوية، لحد ما راح لشيخ كان الأكبر مكانة في القرية بتاعته، وكان متسمي أو ملقب الشيخ ده بالقطب، واحد من الأقطاب الأربعة، وده لمكانته الكبيرة. وقال له الشيخ ده أنا هخليك واحد من أولياء الله الصالحين، وهخليك توصل لمكانة القطب اللي أنا موجود فيها دلوقتي. وفي يوم من الأيام الناس بس هتبقى بتتحايل عليك علشان تدعي لهم دعوة. والصغر سن آدم وقتها ما كانش قادر يفرق قوي ما بين الولي الصالح وما بين الساحر، ما بين الصح وما بين الغلط، فراح معاه في الطريق ده وهو مقتنع كل الاقتناع إن هو هيحوله لولي صالح. وكانوا المشايخ دول بقى بيغروه إنه كل ما يتقدم في الرتبة معاهم هيبقى في قعدات هيقدر يحضرها بتسمى بالحضرة النبوية والحضرة الإلهية، إنه يقدر يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقدر يوصله لربنا إن هو يكلمه، استغفر الله. فكمل آدم معاهم وكانوا بيعلموه القرآن بس بطريقة غريبة شوية. قرايات القرآن نفسها مش قرايات صحيحة، بيبقى فيه خبايا جوه الآيات، أسرار بيقولها وهو بيقرأ الآية، يعني هو بيزود على الآيات. فلما سأل المشايخ هو أنا ليه بقراها بالطريقة دي أو ليه بضيف حاجات أصلا على القرآن، ردوا عليه المشايخ دول وقالوا له إن القرآن هو ظاهر وباطن. الظاهر لعامة الناس زي أنا وإنت وكل الناس، والباطن هو الأولياء الله الصالحين اللي ربنا اختارهم إن هم يبقى معاهم سر القرآن. فكانوا بيطلبوا منه إن هو يقول الآيات معكوسة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كان بيقولها الرحمن الله باسم الرحيم، وأوقات تانية كان بيعكس الحروف نفسها مش بس الكلام. فمثلا بسم الله كان بيقولها هلل مسب هلل مسب هلل مسب. بسم الله بحق شهسهوري بحق شمهروس كبعبع سبعبع، المسائل زي دي. ها 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 مثل البسملة تقراها ها لا لا أ ما سب هلل مسب هلل مسب هلل مسب هلل مسب. بسم الله بسم الله بسم الله. وبعد ما أتقنها طلب منه القطب أنت دلوقتي لازم تدخل خلوة، مكان تعتكف فيه لمدة 41 يوم، والمكان ده محدش ينفع يبقى عارف ان انت موجود فيه، يعني ما ينفعش يبقى بيتك. فانت هتروح لمكان مقطوع تبني فيه أوضة صغيرة وتقعد جواها لوحدك لمدة 41 يوم كاملين، ما تخرجش لأي سبب من الأسباب وإلا هتتجن. أكلك طول 41 يوم دول 3 تمرات في اليوم، تمر على الفطار وتمر على الغداء وتمر على العشاء، وحتى المية بحساب. صلاتك تبقى من غير هدوم نهائي زي ما أمك ولدتك، تصلي وتركع وتسجد عريان. وفي صلاتك هتصلي بآيات محددة، الفاتحة والإخلاص والفاتحة والكافرون، وتقولها في الصلاة بالطريقة اللي احنا علمناها لك، وتفضل تقول هلل مسب هلل مسب هلل مسب 90 مرة كل يوم. وفي اليوم ال41 هيجي لك الروحاني. فآدم قال له ايه الروحاني ده؟ قال له ده الملاك المسخر لخدمتك، هيحاول بكل الطرق ان هو يخوفك، هيتشكل لك في شكل مرعب جدا وهيجي لك بيه علشان يشوف انت قد المسؤولية ولا لا. اوعى تخاف، مهما عمل اوعى تخاف، هو ما يقدرش يلمسك ولا يأذيك، هيحاول ويحاول بس مش هيقدر يأذيك. وابشرك لو مسكت نفسك لمدة 41 يوم هتخرج من هنا ولي من أولياء الله الصالحين وليك كرامات ما تتعدش. وبعد ما خلص القطب ده الكلام بتاعه، بالفعل راح حامد لمكان مقطوع في السودان شبه صحراء
بنى فيه الأوضة اللي هو المفروض هيعتكف فيها وبدأ. وقبل ما يبدأ القطب هنا اداله 123 تمرة، لو حسبتها هتلاقي إن هم 3 تمرات كل يوم. وقال له هات هدومك علشان يضمن إن هو لما يجي يصلي أو يعمل الطقوس دي يبقى عريان تماما. وساب آدم ومشى وبدأ عد الأيام. وبالفعل آدم بدأ يعمل اللي هم قالوا له عليه، ويصلي ويركع ويسجد وهو عريان، ويفضل يقول الكلام الغريب لحد ما جه اليوم 41. وده كان أكتر يوم مرعب في حياة آدم. بيقول آدم إن وقت ما كان صغير كان أكتر حاجة بيخاف منها في حياته هي حشرة اسمها أم 44. حشرة كده طويلة شبه الدودة، ليها رجول كتير من اليمين والشمال. بيقول إنه في صغره كان بيترعب من الحشرة دي. ففي اليوم 41 وآدم قاعد على الأرض، جات له الحشرة دي جوه الخلوة بتاعته. بس الحشرة دي كانت أكتر من 20 متر، ضخمة بشكل مرعب. فضلت تمشي وتلف حواليه داير ما يدور وهو قاعد مرعوب. بس هنا آدم افتكر كلام القطب ليه، قال له هو هيجي لك وهيحاول يخوفك بكل الطرق بس اوعى تخاف. فآدم هنا فضل قاعد وماسك نفسه على قد ما يقدر لحد ما الحشرة دي بدأت إن هي تطلع تمشي على جسمه وتلف حوالين جسمه، وفي الآخر استقرت وقعدت عليه وعلى وشه. فآدم هنا فقد الوعي، ولما فاق شاف الروحاني واقف قدامه اللي القطب كان مفهمه ان هو ملاك وهيجيله في اليوم 41، ولكن في الحقيقة هو كان ملك من ملوك الجان وكان اسمه سهسهوبي. اتسخر له في شكل ظل جوه ظل، هيئته او الشيب بتاعه زي البشر بس اضخم بمراحل. وفي نهاية الظل بتاعه موجود حاجة كده في ظهره زي ديل. بيقول آدم إن وقت ما كان بيتكلم معايا لما كان بيرفع إيديه أو كان بيرفع رجليه كان بيبان وقتها الديل ده. وقال له سهسهوبي شيخ حامد مبروك، انت بقيت ولي من أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبقيت إنسان عندك كرامات وهيخدمك 285 روحاني من الملائكة وأنا القائد بتاعهم رقم 86. ودلوقتي انت بقى عندك سر من أسرار القرآن اللي قليل جدا في العالم اللي يعرفوه، وأول كرامة ليك هتشوفها لما تخرج من الخلوة دي الصبح. وقتها آدم كان مبسوط جدا إنه أخيرا خلاص بقى ولي من أولياء الله الصالحين، دعوته مستجابة ما بتتردش، وعنده كرامات ويقدر يعمل معجزات. الحاجة الغريبة بقى إنه آدم كل ده ما كانش يعرف إنه هو ساحر وإن اللي بيعمله دي أعمال وإن اللي جاله ده هو جن أصلا مش ملاك. سهسهوبي قال له ارفع راسك فوق، فرفع راسه فقال له شايف ايه؟ قال له شايف حروف عربي، ألف ب ت ث ج ح خ إلى آخر الحروف. فقال له هو أنت عارف إيه الحروف دي؟ فآدم قال له لأ، هي إيه الحروف دي؟ فرد عليه قال له ده اللوح المحفوظ. فهنا استغرب آدم فقال له تعرف تقراها؟ فآدم قال له لأ، أنا شايفها بعيدة عني شوية والحروف كلها متشابكة في بعض، كل حرف لازق في الحرف اللي جنبه. قال له مع الوقت هتتعلم وهتعرف تقرا اللي مكتوب فيه، انت بقيت من أصحاب اللوح المحفوظ وهعلمك كل حاجة موجودة فيه. كل اللي مكتوب اللي انت شايفه ده هي أوامر ربنا سبحانه وتعالى ليك، يعني دي حاجات انت لازم تنفذها. منهم كان الزنا وأذية الغير وسب الله سبحانه وتعالى، استغفر الله، والسجود لغير الله والاستعانة بغير الله والدعاء لغير الله، وانه يطلب من الناس ان هم يدعوه هو دون الله. قال له انت هتعملهم وهتتجاز عليهم، هتاخد حسنات عليهم، لان دي حاجات مكتوبة لك في اللوح المحفوظ ان انت تعملها في الدنيا، اوامر من ربنا، فلما تعملها هيجازيك عليها. وقبل ما امشي في سر انت لازم تعرفه. فآدم قال له سر ايه؟ قال له كل الكلام اللي انت كنت بتقوله طول 41 يوم في الخلوة، قصده يعني على الآيات اللي هو كان بيقولها بالعكس، قال له لازم تكتبها على لوحة زن، واللوح ده بتبقى العظمة بتاعت الكتف عند الإنسان أو عند الحيوان. قال له طب وانا دي هلاقيها فين؟ قال له هتروح مكان اسمه أرديبة، هتلاقي هناك شجرة كبيرة تحتها هتلاقي حيوان ميت، هات العظمة دي وتعالى تاني. فآدم هنا بص له وقال له ازاي هروح هناك دلوقتي؟ أرديبة دي بعيدة عني تقريبا حوالي 50 كيلو ومفيش مواصلة من هنا تودي لهناك. فسهسهوبي هنا بص له وقال له من كراماتك انك بقيت من اصحاب الخطوه، يعني بمجرد ما تمد رجلك اليمين والشمال بعدها هتوصل للمكان اللي انت عاوزه. فادم ما كانش مصدق فقال له غمض عينيك. فادم غمض عينيه، قال له قدم رجليك اليمين، فقدم رجليه اليمين. قال له قدم رجليك الشمال، فقدم رجليه الشمال. قال له فتح عينك. فلما ادم فتح عينه لقى نفسه واقف عند الشجره والحيوان ده في الارض. فوطى واخد العظمه وغمض عينيه تاني وقدم رجله الشمال ورجله اليمين، ولما فتح عينيه لقى نفسه راجع الخلوه بتاعته تاني. قال له دلوقتي احنا عندنا شروط. فادم قال له شروط ايه؟ وقتها كان فضل على رمضان 3 ايام، فطلب منه قال له ما تصومش رمضان،
ده كان اول شرط. الشرط الثاني امنع تماما صلاة العصر، ما تصليهاش تحت اي ظرف من الظروف. الشرط الثالث اوعى تصلي بالناس امام. الشرط الرابع وقت ما تيجي تصلي هتصلي من غير وضوء، ما تتوضاش قبل ما تصلي. الشرط الخامس الآيات اللي انت هتصلي بيها تقول فيها الكلام اللي انت اتعلمته. فآدم كان مستغرب وقال له هو انا ازاي هعمل الكلام ده كله؟ فهنا رد عليه سهسهوبي بكلمة واحدة، قال له لا تعترض فتنطرد، وسابه ومشى. بس قبل ما يمشي علمه طلسم يقوله 4 مرات وحركات معينة يعملها بإيده، أول ما يعملها ويقولها يحضر له على طول، طريقة استدعاء يعني. هتسمع صوت طقطقة وربنا يستر. وخرج بعدها آدم من الخلوة وسط تهليل من أهل القرية كلها إنه أنت خلاص بقيت واحد من أولياء الله الصالحين، وبدأ يشتغل في السحر ويعمل أعمال للناس طبعا بالاستعانة بالجن. وعلى رأسهم كان سهسهوبي اللي علمه إزاي بقى يكتب الطلاسم والخواتم ويرتب بقى الحروف 6 و4 و13 أرقام الحروف والزوايا بتاعتها علشان يعرف يكون في الآخر الطلسم صح. وكل ما كان آدم بيطلب منه طلب، لما كان بيجي واحد لآدم يقول له اعمل لي عمل أو سحر، كان سهسهوبي بيطلب منه طلب في المقابل، شرط لازم ينفذه عشان يتنفذ له اللي هو عاوزه. في مرة قال له إن هو يسب ربنا سبحانه وتعالى، في مرة تانية قال له سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي مرة تالتة استغفر الله طلب منه إن هو يبول على المصحف، وفي مرة تانية طلب منه إن هو يذبح تيس أسود، وفي الوقت اللي هو بيذبحه فيه ما يسميش الله، ما يقولش بسم الله ويذبح، يحط في بقه حديدة ويذبحه على طول، وبعدها ياخد الدم بتاع التيس ده ويغطس فيه القرآن. وعاش آدم على كده أكتر من 17 سنة جوه العالم بتاعهم، عرف عاداتهم والأشكال اللي بيتشكلوا فيها لما بيجوا يظهروا، منها التيس الأسود والحصان والحمار والجمل، الغراب الأسود، الكلب والقطة السوداء. لحد ما في يوم جاله واحد صاحبه وقال له يا شيخي أنا بنتي مسحورة. فآدم قال له مسحورة إزاي يعني؟ إيه اللي حصل لها؟ قال له في يوم فرحها طلعت من البيت بتاعنا تجري في الشارع وهي عريانة تماما مش لابسة أي حاجة، وطلعت تجري على بيت واحد هي كانت مخطوبة له ونامت على السرير بتاعه. فآدم هنا سكت شوية وقال له تمام أنا هفك لك السحر ده. بس في الحقيقة إكسلانس هو آدم أصلا اللي كان عامل لبنته السحر ده وما كانش يعرف إن هي بنته. في يوم جاله شاب وقال له إن هو كان خاطب بنته بيحبها جدا، بس فجأة في يوم من الأيام أهلها قرروا إن هم هيفسخوا الخطوبة دي ويخلوها تتخطب لواحد تاني من بره السودان مغترب بس معاه فلوس أكتر. فهنا الشاب ده قرر إن هو هيروح لآدم ويطلب منه إن هو يعمل له سحر يخلي البنت دي ما تتجوزش اي حد غيره. فعلا عمله له، وهو ده اللي خلى البنت تجري على البيت بتاعه عريانه. 17 سنه وآدم بيمارس السحر، 17 سنه من اذيه الناس والكفر بالله والشرك بالله، لحد ما في يوم قرر ان هو هيتوب من كل ده. ففي يوم جاله تاجر، التاجر ده كان سوداني بيتاجر ما بين نيجيريا وما بين السودان، بيجيب بضاعة من نيجيريا يوديها للسودان. ففي الوقت ده هو سمع عن الشيخ آدم والكرامات بتاعته والمعجزات اللي هو بيعملها وإنه ولي من أولياء الله الصالحين. فقرر التاجر ده إن هو هيروح له، وبالفعل راح له وسلم عليه وقعد معاه وقال له يا شيخ أنا عندي معاك موضوع. فآدم قال له موضوع ايه؟ هو كان فاكر انه هيطلب منه حاجه، يعني عاوزه يعمل له حجاب، عاوزه يكتب له طلسم، اي حاجه من الحاجات دي، ده اللي ادم كان فاكره. فقال له يا شيخ هو انت الوالي الصالح اللي بيعمل كل الحاجات اللي انا سمعت عنها دي؟ فادم قال له ايوه انا. فالتاجر ساله هو انت عندك خدام؟ فادم قال له ايوه انا عندي روحانيين. فالتاجر هنا استغرب، قال له روحانيين؟ يعني ايه روحانيين؟ فادم قال له انا عندي ملائكه بتخدمني. فقال له يا شيخ هم الروحانيين دول مش ملايكة. فآدم استغرب قال له ها مش ملايكة ازاي يعني؟ فالتاجر قال له مش ملايكة دول جن. فآدم قال له ايه جن؟ يعني ايه يعني جن؟ ازاي يعني جن؟ لا دول ملايكة وبيخدموني. هو في خلق تاني اصلا بيخدم الانسان غير الملايكة؟ هو من صغره الشيوخ ربوه على ان الملايكة بتخدم الانسان. فهنا التاجر قال له ايوه اللي بيخدم الانسان هو الجن مش الملايكة. الملايكة ربنا خلقهم لغرض واحد وهو عبادته هو، ما بيأتمروش بأمر أي حد غير أمره هو سبحانه وتعالى، يقول لهم اعملوا فيعملوا. فكون إن أنت بتطلب من الملاك ده إن هو يعمل لك حاجة أو بتأمره إن هو يعمل لك حاجة ويعملها، ده كده مش ملاك. فآدم قال له لا اللي معايا ملايكة. فالتاجر قال له لا. فآدم قال له لا ملايكة. فالتاجر قال له لا. فآدم قال له بقول لك ملايكة. فالتاجر قال له طيب اكبر الملائكه اللي معاك دول اسمه ايه؟ فقال له سهسهوبي. فقال له طب تعرف تجيبه؟ تعرف تجيبه لنا دلوقتي؟ فقال له اه اعرف اجيبه لك دلوقتي. قال له طيب انا في كلام ممكن اقوله
ولما اقول الكلام ده مهما تنادي على الملك ده هو مش هيحضر. فادم قال له كلام ايه ده اللي هتقوله؟ فالتاجر قال له آية الكرسي. فادم هنا اتعصب وقال له هو انت تعرف آية الكرسي اكتر مني؟ فالتاجر قال له لا انا ما اعرفهاش اكتر منك، بس انا هقرا آية الكرسي زي ما هي مكتوبه في القرآن. فادم بص له وقال له يعني انا لو قريتها هيجي لي؟ فالتاجر قال له هيجي لك. قال له طب ولو انت قريتها؟ قال له مش هيجي. قال له ايه الفرق؟ قال له ان انا بقرا آية الكرسي من القرآن زي ما هي من غير سر، ادم بيقراها بسر بتزويد الكلام وبعكس الحروف. فهنا ادم قال له طيب اقرا. فبدأ التاجر ده ان هو يقرا، وبعد ما خلص قال له ها هو موجود؟ فبص ادم وراه قال له هو موجود وراك بس موجود بعيد. فالتاجر قال له هو انت عارف هو ليه موجود بعيد او ليه واقف بعيد مش قريب مننا؟ قال له لان ده المدى بتاع صوتي، انا صوتي ما وصلش لهناك، مفيش حته في الاوضه دي صوتي وصل فيها هو يقدر يوصل فيها، ولو انا قريتها تاني وعليت صوتي اكتر هيمشي من المكان اللي هو موجود فيه هناك. فادم قال له يعني انت لو عليت صوتك هيبعد اكتر من كده، هيمشي اكتر من كده؟ قال له اه. قال له طب اقرا. فقرا تاني التاجر وعلى صوته اكتر، ففعلا سهسهوبي بعد جدا من المكان اللي هو كان واقف فيه. فادم كان مستغرب وفي نفس الوقت متعصب، ففضل ينادي على سهسهوبي بالطلاسم اللي هو قالها له او بالطريقه اللي هو علمها له ان هو يستحضره بيها. فكان شايف الظل بتاعه عمال يعمل له كده، هو مش بيتكلم مش بيقول حاجه بس عمال يعمل له كده. ففهم ادم ان هو كان بيشاور له على الراجل ده، على التاجر ده، ان انا يعني مش هقدر اجي عشان هو موجود. فقراها التاجر للمره الثالثه وهنا على صوته جدا، فاختفى تماما سهسهوبي من الاوضه كلها. بعدها بص لادم وقال له هو مش ملاك، هو ملك من ملوك الجان، وانت ساحر مش ولي، وكفرت بالله سبحانه وتعالى واذيت ناس كتيره جدا ومارست السحر. هنا ادم ما كانش فاهم حاجه، يعني انا طول المده دي انا كنت ساحر مش ولي من اولياء الله؟ هو انا دعوتي مش مستجابه؟ ده الجن اللي كان بيحقق لي الحاجه اللي انا عاوزها. هو انا كده اشركت بالله، كفرت بالله؟ فهنا قرر ان هو هيغير طريقه 180 درجه ويتوب لله سبحانه وتعالى، ويطلع يقول على كل الحاجات اللي حصلت معاه علشان يوعي الناس ان هم ما يدخلوش في طريق هو دخل فيه قبل كده. مش قادر اعرف بصراحه يعني ازاي 17 سنه وهو ساحر ومش عارف ان هو ساحر. يعني ده كان بيطلب منه استغفر الله يسب ربنا ويدعو غير الله ويسجد لغير الله ويقول كلام غريب في القرآن ويحرفه. ما كانش حاسس ان في حاجة غلط كل ده، بس جايز هو فعلا كان ضحية وتاب من اللي هو كان بيعمله ده. ولو هقول لك حاجة او لو انت فهمت او اخدت عبرة من القصة دي في اي حاجة، هو انك اوعى في يوم تسيب الصلاة وما تصومش. اديك شفت ايه الطلب او ايه الشروط اللي كان بيشترطها الجن عليه، بيقول له ما تصليش وما تصومش. فالفرق ما بين اللي بيصلي وبيصوم واللي اتطلب منه ان هو ما يعملش كده الكفر. فمش محتاج يعني ان انا اقول لك واظب عليها. ما تنساش تذكر ربنا في الكومنتات. يا رب تكون الحلقه عجبتك، اشترك في القناه واشوفكم الحلقه الجايه. سلام يا اكسلانس.